ليه ولادي مش متفاهمين وازاي اخليهم سند لبعض؟ ام بتحكي لي: كنت قاعده في هدوء بعد يوم طويل وفجاه سمعت صوت ابني الكبير وهو بيزعق: ماما انت دايما بتدافعي عنه، ليه لما هو يغلط ما تزعقيش زي ما بتزعقيلي؟ وقبل ما الحق ارد لقيت اخوه الصغير داخل بدموعه بيقول: هو دايما بيضايقني وانا اصغر منه، انت المفروض تدافعي عني. فضلت واقفه بينهم مش عارفه ارد بايه، لاني بجد بحبهم هما الاتنين ومفيش تمييز، لكن واضح ان كل واحد فيهم شايف الموضوع من زاويته الخاصة. بدأت أسأل نفسي: ليه دايما حاسين إني بحب حد فيهم أكتر؟ ليه مش حاسين إنهم فريق واحد وسند لبعض؟ قعدت أفكر واكتشفت إن المشكلة مش فيهم، المشكلة فينا إحنا كأمهات. إحنا أحيانا من غير ما نقصد بنخلق بينهم فجوة، وده لأسباب كتير، منها إننا بنتعامل مع كل طفل حسب شخصيته، لكن الطفل نفسه بيترجم ده على إنه تمييز. ليه الإخوات مش دايما منسجمين؟ كل أم بتحلم بولاد يكونوا قريبين من بعض، لكن أحيانا بتحصل بينهم مشاكل وتوتر، وده ممكن يكون سببه حاجات كتير، منها إن كل طفل بيشوف الحب بطريقة مختلفة. ابني الكبير دايما بيشتكي إن أخوه بياخد حضن مني أكتر، لكن الحقيقة إن أخوه هو اللي بيحب الأحضان وهو اللي دايما بيطلبها. ابني الكبير مش من النوع اللي بيعبر عن مشاعره كده، لكنه مش مدرك إن طريقة تعبيره عن الحب مختلفة، وكل مرة أقعد معاه واتكلم معاه عن يومه فده معناه اني بحبه بنفس القدر، لكن هو مش شايف كده. الابن الكبير شايف ان الام بتهتم بالصغير اكتر، طبيعي الطفل الصغير يكون متعلق بالام اكتر، بس ده مش معناه انه بحبه اكتر. ابن الكبير بيشوفني بقعد مع اخوه اكتر، لكن الحقيقه ان الصغير لسه بيعتمد عليا في حاجات كتير، بعكس هو اللي بقى مستقل اكتر، بس من وجهة نظره ده اسمه تمييز، وده بيخلق بينه وبين اخوه نوع من الغيرة. العقاب مش بيكون متساوي. من يومين ابني الكبير غلط فزعقت له، وبعدها اخوه عمل نفس الغلط، لكن المره دي كنت اهدى شويه فقلت له: خلي بالك ما تعملش كده تاني. طبعا الكبير ما سكتش وسالني: ليه لما انا غلطت زعقتي وهو لا؟ الحقيقه مش اني بحابي الصغير، لكن لان الكبير عنده وعي اكتر وعارف الصح من الغلط، لكن هو مش شايفها بالطريقه دي، هو بس شايف ان اخوه بياخد معامله اخف، فده بالنسبه له ظلم. عدم وجود وقت مشترك بينهم، كل واحد فيهم بيعمل حاجات مختلفه، اهتماماتهم مش دايما متشابهة، فبقى كل واحد فيهم معزول في العالم بتاعه، وبالتالي مفيش علاقة قوية بتربطهم. طيب نحل ده ازاي؟ أول حاجة، وضحي لكل طفل إن الحب مش معناه المعاملة المتطابقة. قعدت مع ابني الكبير وقلت له: أنا بحبك بنفس القدر، بس كل واحد فيكم ليه طريقة في التعبير عن الحب، زي ما أنت بتحب تلعب معايا وأخوك بيحب الأحضان، فكل واحد ليه طريقته. ثانيا، علميهم يشوفوا الأمور من زاوية بعض. لما الكبير يشتكي إن أخوه بياخد اهتمام اكتر سألته: تحب لما كنت صغير كنت اسيبك من غير اهتمام؟ ولما الصغير يشتكي ان الكبير مش بيلعب معاه سألته: تحب لما تكبر حد يفرض عليك تلعب مع طفل اصغر منك طول الوقت؟ لما الاطفال يحسوا بمشاعر بعض المشاكل بينهم بتقل. تالت حاجة، خصصي وقت لكل طفل لوحده، بدل ما الوقت يكون كله جماعي. كل طفل محتاج يحس ان ليه لحظات خاصة مع بعيد عن اخوه، حتى لو 10 دقايق، ده بيحسسهم ان ليهم مكانتهم. 4، شجعيهم يعملوا حاجات مشتركة، مش لازم يكونوا صحاب غصب عنهم، لكن على الأقل يكون بينهم وقت ممتع مع بعض. لعبة بسيطة، طبخ حاجة سوا، حتى لو مسؤولية في البيت يشتركوا فيها، المهم يبقى في وقت يقضوه كفريق مش كمتنافس. ابعدي عن المقارنات، جملة زي بص أخوك بيعمل إيه اتعلم منه ممكن تخلق بينهم عداء بدل ما تحفزهم. كل طفل محتاج يحس إن ليه شخصيته المستقلة ومش مضطر ينافس أخوه علشان يثبت نفسه. لما يحصل مشكلة خليهم يحلوها بنفسهم. آخر حاجة، بدل ما تتدخلي كقاضية اسأليهم: تحبوا نحل المشكلة ازاي؟ لما يبدأوا يتحاوروا ويتفاهموا بدل ما يتخانقوا علاقتهم هتتحسن بشكل كبير. وفي النهاية بصيت على ولادي بعد ما فهمتهم بعض أكتر، ولقيت ابني الكبير وهو بيقعد جنب أخوه الصغير، وبدل ما يتخانق معاه بدأ يلعب معاه شوية. مش معنى كده إن المشاكل هتنتهي، لكن على الأقل هم بدأوا يفهموا بعض وبدأوا يحسوا إنهم مش أعداء بل سند لبعض. إحنا كأمهات ممكن من غير قصد نخلق بينهم فجوة، لكن لو وعينا بتصرفاتنا وحاولنا نعدلها علاقتهم هتتحسن مع الوقت، لأن في النهاية لما يكبروا مش هيبقوا فاكرين مين كان بياخد اهتمام أكتر، لكن هيفتكروا مين كان دايما في ظهرهم وقت الشدة.